السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ سهام العجان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة مبسطة لتحضير كيك ديسباسيتو اللي كيجي اكثر من رائع وناجح 100%. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. كنحتاجو كمكونات لهذا الكيك 2 بيضات، 6 المعالق بالنسبة لكل من زيت، سكر سنيدة والحليب. كنحتاجو كذلك 2 معالق كبار كاكاو وسكر الفاني ساشية من فئة 7.5 غرام، وكيس من الخميرة الحمراء من فئة 7 غرام، ورشة ملح، ثم في الأخير الدقيق على حسب الخليط. والطريقة سهلة لتحضير الجينواز. كنوضع أولا البيض في إناء التحضير، نضيف له سكر سنيدة، ثم نضيف سكر الفاني أو الفانيلا، ونضيف كذلك قبصة أو رشة ملح. غادي نخلطوا الجميع حتى نحصلوا على خليط اللي هو ثقيل شويه. ضروري من هذه المرحله باش ينجح الجينواز او الكيك الاسفنجي ويجينا خفيف كيف ما كتشوفوا ويرجع على هذا الشكل هذا. غادي نضيفوا الكاكاو ثم الخميره والدقيق، غادي نضيفوه شويه بشويه على حساب الخليط ديالنا. نضيف الزيت والحليب، ثم كنضيفوا الدقيق اللي بقى لينا. كنخلطوا الجميع مزيان. بالنسبه لهذا الكيك غادي نطيبه في المول اللي موجود عندنا. انا بالنسبه لي غادي نستعمل هذا المول اللي كيتحل من الجوانب، وانتم لكم الاختيار. غادي نحطوا الكيك ديالنا في المول، غادي ندخلوه الفرن اللي شعلته من قبل. بعد ما حطينا الكيك في المول ديالنا غادي ندخلو الفرن اللي شعلته من قبل ونخليوه يطيب من التحت. ما خصوش يطيب اكثر من الجهد لان الجينواز ديال الشوكولات ما خصوش يبس في الفران. من سر نجاح هذا الكيك او الجينواز ما نخليوش يطيب اكثر من القياس باش يجينا خفيف. الا طاب اكثر من القياس كيجي قاصح. باش نسقيو هذا الكيك غادي نحتاجو كاس الحليب نتاع العنبه معمر، 2 معالق صغار سكر سنيده، وملعقه صغيره نتاع القهوه سريعه الذوبان. الحليب خاصو يكون سخون باش تذوب لينا فيه القهوه. غادي نخلطوا السكر، نضيفوا الحليب، ونضيفوا قهوه سريعه الذوبان، نخلطوهم مزيان باش نسقيو الكيك نتاعنا. غادي نثقبوا الكيك ديالنا مزيان بالفرشيطه على هذا الشكل هذا. وغادي نخويو الحليب بهذا الشكل هذا. كيجي هذا الكيك خفيف وناجح. غير تبعوا الطريقه مزيان. نخليوه على جنب ونوجدوا الكريمه. الكريمه غادي نحتاج ليها كيس من شونتيي اللي فيه 100 غرام، كاس الحليب كبير او ما يعادل 200 ملل،
ملعقة كبيرة كاكاو ودانون تاع الشوكولات. بسم الله على بركة الله. ناخدو كريم شونتيي نحطوه في اناء التحضير. نضيفو ليه الحليب، نضيفو الكاكاو ودانون تاع الشوكولات. نخلطوا الكل مزيان حتى طلع لينا الكريمه نتاعنا. بسم الله. بعد ما طلعنا المكونات حتى نساجموا مع بعضهم مباشره غادي نوضع الكريمه فوق الكيك. بسم الله. غادي نحاولوا نقادوا السطح باش يجي مستوي. غادي ندخلوها للثلاجه باش تشد راسها مزيان. ها هي الكيك ديالنا بعد ما شدات راسها مزيان في الثلاجه. ونمشيو للتزيين بطبيعه الحال اللي كيبقى على حساب الذوق. ممكن تستعملوا اي طريقه للتزيين كتعجبكم. انا بالنسبه ليا غادي نزينها بالشوكولاط ابيض، فيرميسيل ملون، فيرميسيل اسود. هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا. كتجي زوينه بزاف، روعه في المذاق، هائله جدا ومختلفه. نتمنى تجربوها لانها كتستحق التجربه. شاركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله. شجعوني بالتعليقات ديالكم واللايكات. شكرا على المتابعه ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.